السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسلموا عليه وسلموا عليه تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، اليوم نتحدث عن لاعب دولي جزائري الذي يصنع ضجة في وسائل الإعلام الجزائرية والأوروبية. أنا إسماعيل بن ناصر، لاعب ذو 27 سنة، لاعب ممتاز، لاعب وسط ميدان. وعندما نقول إسماعيل بن ناصر نتذكر ما فعله في كأس إفريقيا 2019 وما حدث أمام السويد عندما سجل هدف رائع من تسديدة بعيدة. سجل هدف رائع مع المنتخب الوطني. ونقول عندما نتحدث عن بن ناصر نقول أن بن ناصر صاحب كان هو مع المجموعة، كانوا هم من الأصحاب الذي جلبوا للمنتخب الوطني النجمة الثانية. فأنا قد تذكروا خيرا ولا تنسوه. فبن ناصر لاعب دولي، لاعب ممتاز، يجيد اللعب في وسط الميدان، في الهجوم يساعد كثيرا في الهجوم، صاحب التسويبات القوية. نتحدث اليوم عن بن ناصر أنه هناك أندية ترغب فيه مثل رحيله بعد رحيل بن ناصر عن مارسيليا. فكان هناك بند من أجل تعاقد بن ناصر من شراء عقده مارسيليا في فترة أجوان، حيث أن مارسيليا لم يشارك ذلك البند، ما أدى إلى رجوع بن ناصر إلى FC ميلان، وهو الآن يشارك في التدريبات وليس الرجوع إلى FC ميلان. يعني يدرب عادي، أنه يتدرب مع لاعبيه، وأن FC ميلان يريد تسويقه ببيعه ورحيل بن ناصر إلى نادي آخر. وهناك من يقول الدوري الإنجليزي، أندية إنجليزية تدخل الخط من أجل ضم إسماعيل بن ناصر، وهو لاعب ممتاز وأخلاق روعة، لاعب مخلق جيدا، متواضع، ما أدى للشعب الجزائري أن يحبون بن ناصر كثيرا. نتحدث عن إسماعيل بن ناصر. إسماعيل بن ناصر الآن تحت أنظار الهلال السعودي، وهو الهلال السعودي يريد ضم بن ناصر، لكن ليس رسميا، لكن هناك كلام مع إدارة FC ميلان ومن أجل مشاورة اللاعب. حتى الآن بن ناصر لم يعطي الموافقة من أجل الرحيل إلى الدوري السعودي، وهو الهلال السعودي نادي كبير في السعودية، صاحب ألقاب، ونحدث ما حدث في كأس العالم، حيث شارك ووصل إلى ربع النهائي بعد إقصائه مانشستر سيتي، عندما فاز على مانشستر سيتي ب4 أهداف مقابل 3. تذكروا جيدا في ذلك المباراة عندما الهلال السعودي أقصى مانشستر سيتي. عندما نقول مانشستر سيتي نقول هالاند، دي بروين، هالاند، تياغو سيلفا، أيت نوري، عمر مرموش، لاعبين كثير في مانشستر سيتي، لاعبين ذو جودة كبيرة، لاعبين عالميين. ما أدى إقصاء الهلال السيتي. الهلال لا نقل من نادي الهلال لاعب نادي قوي جدا في آسيا وفي الدوري السعودي، وهو لاعب يلعب على الألقاب بعد ضمه لنجوم مثل نيمار الذي غادر، وحاليا نجوم يلتحقون بالدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو، مثل كريم بنزيما، كونتي، رياض محرز، لاعبين كثير عالميين التحقوا بالدوري السعودي. نتمنى أن أنا بالنسبة لي إذا رحل إلى الهلال أريد بقاء أساسيين وليس كجوكر، لأنه نعرف أن الهلال السعودي عندهم لاعب وسط نونيش، لاعب برتغالي الرقم 8 الذي يلعب أساسي إذا رحل بن ناصر نريد أن يلعب أساسيا وليس كاحتياطي. هذا متخوف من هذه الناحية، عندما يغادر من AC ميلان يلتحق بالهلال السعودي من أجل البقاء في الاحتياط ولعب كجوكر. ما هذا نتمنى ألا يحدث لي بن ناصر، أو يرحل إلى الدوري الإنجليزي أو دور ألماني. هذه الدوريات يساعد بن ناصر من أجل الرجوع مستواه واللعب في منتخب الوطني الجزائري بعد شهرين كتصفية كأس العالم، وبعد كده ندخل في مباراة تصفية كأس العالم بالمغرب ومشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري. بن ناصر
يحتاجه المنتخب الوطني كثيرا. بعد غياب بن ناصر وقديورة رأينا أن المنتخب الوطني يعاني وسط ميدان كثيرا. في أتى الزروقي الذي لم يقدم بصراحة للمنتخب الوطني الجزائري، وهو كلعبناه كمسترجع، وأنا نعرف جيدا أن الزروقي يلعب إلى الأمام، يلعب جيدا الأمام، لا يسترجع كرات كثيرة، يرتكب أخطاء عندما يلعب في الوسط ارتكاز. ما نتمنى أن عودة بن ناصر ويسترجع موهبته وقدرته على اللعب. إن بن ناصر عندما يعود إلى المنتخب الوطني نرى المنتخب الوطني في أعلى مستواه، ونرى كثيرا بن ناصر عندما يلعب بخميس المنتخب الوطني يقدم الكثير. فنتمنى من بن ناصر المشاركة مع أحد أندية كبيرة واللعب بانتظام من أجل رجوع مستواه والالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري في تصفية كأس إفريقيا وتصفية كأس العالم. ونتمنى الفيديو ينال إعجابكم، ونتمنى فلا تنسوا الاشتراك في قناة من أجل تقديم الكثير. والسلام عليكم.